هو يعني هو انا ما بلبسش، انا قماص. جوزك على ما تعوديه. هو بجد هو ما عندوش كونسبت الاستحمام ده، اسمه اخش اتشطف. اهلا بيكم في حلقه جديده من اللي انت شايفه. انت عارفه الحلقه النهارده عن ايه؟ عن ايه؟ عن العادات السيئه في الرجاله والعادات السيئه في الستات بالتبعيه. أوكي، طبعا اكيد مفهوم بالظبط كده. ايوه. فيا استاذه رغده، تفتكري ايه اكتر عاده سيئه بتضايقك في الرجاله؟ هقول لك اكتر حاجه وان توب اوف ماي هيد بجد يعني. اوكي. بتتاخروا قوي على ما تعملوا الحاجه. ممكن تصلح الخلاط بايظ، ممكن تصلح الخلاط حاضر اوكي اما ارجع من الشغل. بابا طب بكره. طب نقعد بقى 7 سنين عايزه اطبخ، عايزه اعمل خلاط. فبجد بتتاخروا قوي على ما تعملوا حاجه، وممكن عايزه تقولي بصي انا مش فاضي وديها عند الراجل. اوكي. لا ما انا فاهم. ايوه انا هعمل نودي حاجه عند الراجل. لا هعملها. نو واي انا اللي هعملها، بس نموت بقى انا ما نعمل. سر من اسرار الرجاله. اوكي. لو مثلا هو عمره ما اشتغل سباك، بس ان يجي راجل دي وظيفته يعمل لنا حنفاء، هو انا ليه مش فاهم في السباكه؟ هو انا راجل اقل شويه، هو ارجل مني. طب ما لا دي عندنا حته كده اللي هو يعني ايه، يعني انا ليه مش فاهم في الكهرباء؟ انا لما الكهرباء لي 10 مرات وافهم ايه المشكله. بس انتوا بقى اللي بتزنوا، ما تكتبيها مره ليه بقى كل يوم وكل دقيقتين؟ يعني هو لو فعلا خلاط، انا لو قلت لك اعملي لنا ناكل هتقولي طب والخبز، يعني مش هتستخدميه. بس انت بس عايز تحطيها في الجمله يعني. واحط لك العقده في المنشار. انت عايز نقوم اطبخ ومفيش خلاط في البيت والخلاط اللي بايظ، صح؟ أيوة مش بيحصل؟ أيوة. ما ده اسمه زن. بص هقول لك على حاجه، انا بحس عامه الستات ريستلس، يعني ما بنعرفش نقعد على حالنا، ما بنعرفش. ماشي. واوبوزيت تماما الرجاله باردين وهادين وتشيل. تشيل ده مش تشيل، ده يا حبيبي ده يا حبيبتي ده هم، اسمه هم. ليه والله؟ اسمه هم. هو مهموم ليه بس كده؟ مكبوت يا حبيبي، قاعد مش خلاص العالم داس على وشه، هو عايز دقيقتين بالظبط. طب دقيقتين ويقوم يصلح الخلاط. شفتي؟ اقول لك على حاجه، كان في راجل بيتعدم، قالوا له عايز ايه؟ قال لهم عايز كوبايه شاي. انت متخيله؟ فاهمه هو ما دي بص على فكره، فاهمه الرجاله عامله ازاي؟ كوبايه الشاي دي قصه ثانيه. انك أيوة. برضه بتشربوا كميه شاي مش طبيعيه. ايوه عقليه الصناعيه كلنا جوه. ليه؟ ما انت يا ريتك بتسمع حاجه. يا ريتك بتسمع. انت كوبايه شاي 5 دقايق. عارفه ليه؟ بيطرقك، بينزلك من على ودانه. انت مثلا في حاجه يقول لك روحي اعملي كوبايه شاي، هو كده على الدقيقتين اللي انت هتعملي فيهم كوبايه الشاي دول هو يستجم فيهم. يعني هي مش كوبايه شاي ومش حبا في الشاي، هو حبا في الدقيقتين حبا اللي انك انا تختفي مسحوله دقيقتين. وانا بعمل الشاي. اختفي دقيقتين اعملي لي شاي. انا بتضايق من فكره تكرار يعني بجد بوصل لمرحله انه انا اتخنقت. يعني كفايه. طب انتوا ليه؟ انا ممكن ما اشربش انا شخصيا جاست بيكوز ما اروحش اعمل الشاي. فاهمك جدا. طب انتوا، انا في حاجه بقى بتضايقني قوي، انتوا بتتضايقوا منها، فانا ما بفهمش ليه بتتضايقوا. عشان دي بتحصل لي مع ماما واخواتي. ابقى راجع من الشغل، انا بجد مش عايز اسمع حاجه في الدنيا، في الكون، في الكوكب. انا عايز 10 دقايق، مع انهم يعني يا ريت يبقوا اكتر، بس تعالوا نقول 10 دقايق. 10 دقايق ما اسمعش اي حاجه خالص، انا عايز اقعد ساكت ما اعملش اي حاجه. فاهمك. ليه بتفهموش ال10 دقايق دول رغم ان انتوا بتشتغلوا برضو؟ يعني مش فاهم، ما انتوا زي ليه مش فاهمين ان في 10 دقايق مهمين جدا في الدنيا؟ بتكرهوا القهوه صح؟ انا حاسس ان هو كره من المجهول. انتوا مش فاهمين قد ايه هي حلوه، ومش فاهمين قد ايه الرجاله بتحبها، فدي مضايقاكوا. اللي هو ايه المكان اللي بيحبوه ده؟ هي كونسبت القهوه اكتر ما فعل انك رايح تقعد مع اصحابك. يعني أنا فاهم. انت لو قلت انك رايح تقعد مع اصحابك الموضوع مش هيغل قوي زي ما انت نازل القهوه. طب بتتخيلوا ايه مثلا؟ بنجيب بنات بترقص كده على عمدان وحاجات. لا انت قاعد يعني انت قاعد كده ومستقنيس. ده مضايقك؟ الله. لا يعني ليه ما تستقنيس معايا؟ انا عالم القهوه ده عالم جميل جدا. انت متخيله ان فيه ما لا يقل عن 20 بني ادم ما اعرفش اي حاجه عنهم، وكلهم مش صحابي بقى زمان كده، اللي هو مثلا ايه صالون ثقافي. عارفه الحاجات دي هو نفس الفعل. يعني احنا قاعدين كلنا عندنا نفس الاهتمامات. تلاقي الترابيزه اللي ورايا انا بقول له مثلا يا عم الشغل مش الا تتعدل ما اعرفوش. انا ما اعرفوش. في سبورت كده، حياه اجواء. أيوة. القهوجي مفيش طبقيه، كلنا زي بقى. القهوجي يجي يقترح عليا حاجه في شغلي. والله فعلا. انا قاعد محتاس جدا، يقول لي طب ما تجرب عادي. بص انا اي بليف ان القهوه حاجه مهمه. يعني لما بتفكر فيها بجد انه لا، هو برضو محتاج سبيس عشان انا كمان اخد سبيس. اوكي. بس تكرار والحاحك علي القهوه وحبك هو ده المرعب. هو ده اللي بيقفلني. طب ما ايه المرعب؟ ايه المرعب هناك مثلا؟ حبك قوي للقهوه. ايه ليه ايه حبك ده؟ حبك أجواء. للقهوه. انت عارفه ان يوم السبت ده انت تذاكى بقى
اعمل ايه طيب؟ ما تحسش ما حاسس اللي هو يعني انا قاعد على قهوه يا اصلا مش طايقها بس مضطر، فهي تحس اللي هو طب خلاص يا حبيبي انت طالما انت متقدر لا انتوا تمام. انتوا اذكياء كفايه تفهم ان انا بمثل. انت عارفه برضه. كويس ان انا رايح اتبسط وهبقى مبسوط جدا. هل انتوا بتحسوا مثلا ان انا مبسوط هناك اكتر؟ انا بجد انا هقول لك منتاليتي انه فكره ايه اللي يوديك هناك تتبسط، ما تقعد تتبسط معايا، هو انا وحشه، هو انا إنما هو قليله كده، مع ان مش انت كده، مع هي ان مش الواقع كده. اكزاكتلي الواقع انه ما هو انت برضو محتاج يور سبيس بالظبط. انت محتاج تفصل عني عشان انا كمان محتاجه افصل ايوه عنك. محتاج اشوف خناشير كتير قوي عشان اقدرك، عشان افهم اللحظه اللي بقعدها معاكي دي. طب بجد صح، انا اشتريت جدا. صح. طيب ايه تاني حاجات بتعصبك في الستات؟ ماشي، بتعصبني في الستات. بصي انا في بيتنا انا عندي انا وبابا 2 رجاله، اوكي، عندي 4 ستات، انتوا امي جدا و3 بنات ما شاء الله. خلاص. اوكي فاحنا تعالي نفترض ان احنا رايحين فرح اوكي خلاص. انا وابويا والله العظيم بنلبس دقيقه ونص دقيقتين فاهمه. وبعدين ابويا من النوع اللي هو بيصحى هو بجد هو ما عندوش كونسبت الاستحمام ده، اسمه اخش اتشطف. الكلمه كان في اصلا كروته في الموضوع، الكلمه يعني بتحسسك ان الموضوع يخلص بسرعه. ايوه هو يدخل ياخد دش عادي جدا على فكره، بس هي الكلمه بتحسسك ان الموضوع سريع. بتحس مين انضف؟ يعني مين بيحافظ على نظافه البيت، الاوضه، الحاجه اللي بصراحه بالذات الحاجات اللي بيستخدموها مع بعض؟ بصراحه الست بصراحه اكيد طبعا، يعني هكدب. صح بس العربيه عمرك شفت عربيه ست بقى نظيفه؟ بس هي بتبقى most of the time هي مش عايزه ترمي الزباله في الشارع، بترميها في العربيه، بتسيبها في العربيه وبتنسى بقى تنسى الزباله. انا عمري ما ركبت عربيه واحده صاحبتي الا وما حسيت ان انا دخلت اوضتها، انا ببقى مكسوف جدا والله العظيم. كميه حاجات غير عاديه وكلها ونيل بولش مالهاش دعوه بالعربيه ومش عارف في انا جت فتره كنت بسيب هدوم في العربيه بجد مش بأوفر. ايوه ما ده ما بقول كنت بتكسف والله انا قاعد تدلبها. انت ايه بيكون في عربيتك؟ لا انا عربيتي انت بتسيب العربيه نظيفه وتوسخ البيت؟ ما حصلش. لا ما حصلش. مش انت كخالد اتهام زائف. لا مش انت كخالد، بس الرجاله بجد بتقلع الهدوم ترميها في الشراب هنا، الجزمه هنا، البنطلون هنا، القميص هنا. انت شفتهم كلهم دلوقتي. تخيلت معايا الشقه جدا جوزك على ما تعوديه. فانا حاسس ان الست اللي بتسيب جوزها او ابنها لو هي ام يعني يعمل الحاجات دي الغلطان عندها. طب المفروض تعمل ايه؟ تعلمه. اقول لك على حاجه مثلا امي مفعله معايا الوضع ده، لو دخلت الاوضه حاسه ان هي مش نظيفه، النظافه اللي فيها اهمال ما بتنضفهاش. اوكي النظافه اللي هي الاكتشوال يوز العادي. لو حست ان فعلا انا فعلا في اهتمام، بس ده بس عشان الوقت مرور الزمن مش اكتر، بتنضفها لي. اوكي لو حست في نوع من الاهمال وبيبان قوي اللي هو انت بتتكلمي فيه بقى اللي هو هنا ما بتنضفهاش، فانا بفهم. اوكي بروح زي الكلب لامم كل حاجتي وبتاع، فتدخل تاني اللي هو اتربيت ماشي ننضفها بقى خلاص. حلو فهمت الاجواء. فهو انا حاسس الست هي اللي تعرف توجه الراجل في حته النظافه دي. زي ما انتم متعودين كل مره بنقول لكم على الانستجرام بتاع انترتين ترين ايه فكره الحلقه الجديده، وبنسالكم كده شويه اسئله عشان تبعتوا لنا ارائكم، وكمان تبعتوا لنا موقف حصلت معاكم وارقامكم عشان نكلمكم. حلو قوي. فتعالوا نقرا انتوا كتبتوا لنا ايه المره دي. الاول قبل ما نقرا احنا كنا سالناهم سؤال، عملنا زي بول كده وسالناكم ايه اكتر مستفز. ان الراجل يرجع من بره ويرمي كل حاجته ويقلعها ويرميها في كل حته زي ما كنا بنشرح للاستاذ خالد. ده مستفز اكتر ولا ان الست تلبس 3 ساعات؟ تفتكر الناس قالت ايه؟ اكيد قالوا الرجاله ان انتوا اللي دماغكم تعبانه، اكيد ما فيش راجل اللي هيدخل يعمل البول ده. يا سلام. ايه ده؟ ايه خط وترتيب؟ ايه ده؟ انا بدافع من بدايه قبل ما نعرف طب افرض النتيجه كانت العكس. عارف اما تطعن في نتيجه الانتخابات عشان عارف انك هتخسر. طيب هو فعلا خالد خسر او الرجاله خسرت. 73% قالوا المستفز اكتر ان الراجل يدخل ويرمي كل حاجه. انا معاهم بصراحه. دي حاجه مستفزه من ناحيه الولاد والرجاله، يعني لو الراجل بس مهندم او عايش لوحده شويه بصراحه بتستفزني. انا ما بعملش كده بصراحه، بس يعني بفهم والله اللي هو يعني بتحط برضو وبحس ان هي برضو في فقره زمنيه معينه بعد كده بتبتدي، بالذات لو عشت لوحدك شويه بتبتدي تحس انه زي ما انت قلت مفيش اوبشنز، يعني هو خلاص لازم انضف بالظبط كده. لكن انها تلبس 3 ساعات
ساعات 27% بس قالوا طبعا دي حاجه مش مستفزه خالص، سيمبل عاديه جدا، ما تلبس 3 ساعات. يرجع من الشغل او يوم طويل وما يغسلش رجله. اختي اتطلقت بسبب الموضوع ده. حقها. او ماي جاد بجد حقها لدرجه انها تتطلق. ريحتها وحشه يعني، مش انا اعيش ليه مع راجل ريحته يعني رجله وحشه يعني. يعني كان هاو باد قد ايه رجليه كانت طبعاً. معفنه لدرجه انها تتطلق. بصي هو اكيد عارف يعني طالما وصلوا للطلاق اكيد قالت له، اكيد اتكلموا في الموضوع يعني. اصل ايه المشكله؟ متخيل وهو قاعد برضه يوم ما كانوا بيطلقوا مثلا كانت ريحه رجله وحشه مثلا. يعني ايه حاجه وانت في الديتنج بروسيس شفتها كانت حاجه مقرفه جدا بالنسبه لك في الديتنج؟ انت لسه صح يعني، انت فتره ما الفيز اللي في الاولى يعني. دي مش لازم في الاولى، انت في علاقه يعني. وشفت حاجه بالنسبه لك مقرفه جدا اتكرعت قدامي. انا بعد فتره معينه كده بحب اواجه الناس كلها بحقيقتي يعني خلاص. فاهمه قررت ادي بومبه واحنا في العربيه، اللي هو بص بقى بصراحه انا مش هنزل اجري اروح الحمام عشان اعمل بومبه، فسلمي عليا راحت مسلمه، رحت انا اعمل بومبه بقى. فعارفه الحركه دي اللي هو شد الصباع والحاجات دي. ايوه بتطلعش ريحه برضه. تاني مسج بتقول دخول المطبخ في المطلق. ايه ده بجد؟ ليه دي الستات بتحب الرجاله تدخل المطبخ؟ ما هو برضه هنرجع لحته انه انت بتقطعي كده ازاي، لا المفروض نقطع كده. انت بتغسلي المواعين كده ازاي، لا ايه ده المفروض الراجل بيعمل كده؟ في رجاله بتعمل كده. الستات هي اللي بتعمل كده؟ لا في رجاله بتعمل كده. عارف اللي هو تخيل معايا باباك يوم الجمعه الصبح يلا نعمل، هو قاعد انت ما بتغسليش ليه، انت ما بتكنسيش ليه، انت قوم صلحي هو كده بقى. تخيل بقى كل ده المايكرو مانجنج ده جوه المطبخ. وهما الاثنين بس. طب ما تسيبه يعني، هو قرر يدخل المطبخ تسيبه لوحده ياكل وما يغسلش ايده. انت ملاحظ ان كل الحاجات اللي ليها علاقه بالرجاله ليها علاقه بالنظافه يعني. هو ايه الرجاله عامله ايه الازمه دي؟ ايه يا جماعه بس نعمل لكم فيديو عن النظافه. بس لا هياكل ما يغسلش ايده دي غريبه جدا، الشمامه هتشمه. الرغي، النكد، عدم الاهتمام، تناحه، حاسه كلهم عند الرجاله بس ما عنديش دليل. سوري يا شكرا. هي عارفاك الرغي النكد لا ما اعرفهاش ايه الرغي النكد. على فكره دي صاحبه البرنامج، صديقه البرنامج. اسمها ريم. برافو برافو عليك. انا عارف الناس، انا عارف الناس كويس. الرغي، النكد، عدم الاهتمام، تناحه، حاساها كلهم عند الرجاله بس ما عنديش دليل. سوري يا شوكي ماشي. الرغي مش قوي الصراحه. مش احنا ده انتوا بس في رجاله رغايه بس مش قوي يعني. لا مش هنعرف نعممها. لا الراجل مش رغاي. لا الرجاله بتبقى منسفنه شويه فبتبقى رغايه. مش كله ايه ده؟ مش كلها. ما انا ماشي، ما هو طالما مش كلها يبقى خلاص نستبعد على طول. احنا ما عندناش النكد. اي اجري جدا. اكبر سبب النكد هو الرجاله مش الستات. عدم الاهتمام دي مشاكل شخصيه برضو. والتناحه. ايه التناحه دي؟ حاسسها عامه، حاسسها. والتناحه بص التناحه اللي هي زي ما قلنا في الاول اللي هو ايه، اقوم اعمله حاضر. هذا ما يدعى بالصرم. الصرم ده مش عندنا. ما اكيد قصدي لا ما نزلش في اوبشن الرجاله. تصدقي في رجاله بصرم. يا جماعه ممكن تقولوا لنا ما هو الصرم في الكومنتس يعني، من وجهه نظرك ايه الراجل المصروم بقى ده؟ والستات برضو يعني، واحكوا لنا مواقف انتوا مريتوا بيها ان حد كان صرم معاكم. عشان نفهم. عايز برضو هي جنرال فعلا. فانا عايز افهم، هلم كده كل الحاجات وافهم منها بقى ايه الصرم ده. ستات ورجاله بس كده. واحكوا لنا مواقف. الرجاله كلها عادات معفنه، السجاير، التف على الارض، رمي الشراب والهدوم على الارض، الاكل بصوت عالي. صوتكم بيعصبني. المسج دي صوت عالي ده. السجاير. بس الستات بتشرب سجاير. فيعني ليه حصرناها عند الرجاله؟ التف على الارض دي حاجه مقرفه جدا. دي حاجه مقرفه جدا بصراحه. عشان احنا كنا بنتمرن باسكت في نفس الملعب اللي فيه ناس كانت بتلعب فيه كوره. اوكي. وكانوا بيتفوا في الارض اللي احنا بنتمرن فيها باسكت. افهمني. فاهمك. باسكت انا ام هولدنج الكوره بايدي. اغسلي ايدك بعد اللعب. والكوره جت على التفافه. ما تيجي لعبه. اتس جيم. تف في منديل ولا تف في منديل؟ همشي في الملعب بمنديل. بتقول ان الرجاله صوتهم عالي بيعصبني. حاسس ان الصوت العالي عامه البني ادمين كلهم غلط. اي حد صوته عالي شخصيته ضعيفه. يا ولد ايه انت خالد الحلاوه دي النهارده مالك؟ ما انت فاكره. لا بس انا مشكلتي مش في صوت العالي، مشكلتي زي ما كنا بنتكلم التلفزيون اللي صوته عالي. التلفزيون شخصيته ضعيفه. ما انتوا في حاجه كده برضو عندكم هايبر فيكسيشن كده بتحصل فجاه. عندنا ايه يا ساتر؟ هقول اللي هو احنا هنشغل اليوتيوب ونفتح مثلا فيديوهات عن الطيارات اللي وقعت. حياتي. لا بجد دي حاجه مش بتضايقني على فكره، بس في ناس بتضايق جدا من الموضوع ده. انت عارفه ان انا عندي مشكله كبيره قوي بقى مراتي هتواجهها. انا عشان انام لازم اشغل حاجه. قلتلي. سافر بدرومز دلوقتي والله. اوكي. يا اما لك بقى هي حدوته. يا حبيبتي يا روحي. الرجاله قماصين بزياده صح؟
انا قماص بجد بصراحه هعترف. ولما بتعترفوا احنا بنرتاح نفسيا بجد. انا بعترف يعني يا عم هصالحك بس ما تعملش فيها مش مقموص. لا انا من اول دقيقه في اي علاقه بقول يا جماعه، بقول ان انا بتقمص. ايوه ممكن تلاقي مني قمص غير عادي. هي حاجه مقرفه عامه برضه. بصراحه بس هقول لك على حاجه، الرجاله اطفال صغيرين. ترو. قلب الترابيزه عند الرجاله بجد حاجه في منتهى، انا مضغوط في الشغل وانتي مش حاسه بيا. ايوه مضغوط في الشغل، انت مش حاسه بيا ولا بتفهمي في قصه الشغل دي خالص. طب انا حاسه ان انت نرفك عالي. متضايقه معلش. تعالى نوصل ونبدا من اول. صح. ازيك يا خالد، عامل ايه؟ اوكي معلش انا اتوترت بس شويه. انت كويس؟ حاسس ادخل اعيط في الحمام. كلهم سبحان الله حافظين سطرين لما يجوا يتعرفوا على واحده جديده او لما يجوا يسيبوا واحده. نفس السطرين. نفس السطرين رايح جاي. اوكي عارفهم على فكره. عينيك فيها حزن. انا عينيك فيها حزن باين جدا. انت ما نمتيش بالك كام يوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي خالد وراغده من اللي انت شايفه. قولي لنا ايه السطرين دول؟ الغلط مني مش منك، انت تستاهلي حد احسن مني بكتير. ايوه صح. نهاية اخلاق، وانا بجد انا اسف مش هقدر اكمل، بس والله المشكله مش منك انت، المشكله فيا انا. ما انا اللي مش مرتاح، انا اللي مش قادر. طب وايه بقى الجمل اللي ايه مشكلتك؟ بتتقال؟ لا انا عايز افهم ايه مشكلتك بقى في القصه دي دي. في النهايات. البدايات بقى اللي هو انا غيرهم خالص. يا بنتي انا مش فاهم مين اللي لك في دماغك ومفكرك ان كل الناس كده وحشه. لا مستحيل. انا مين اللي عامل لك التروما دي قبل كده؟ هو ازاي سابك ازاي ما قدرش بس بحس ان عادي ساعات بتبقى الحاجات دي محسوسه. ايه المشكله؟ طب في حاجه انت اقتنعتي بيها؟ يعني في حاجه حد لا هو بجد بيبقوا محفوظين، يعني بجد محفوظين. طب ايه الجمل اللي بيتقال لهم نفس الكلام؟ يعني ما فيش بنت اعرفها ما تقالهاش البقين دول. ما هي مخطوبه؟ كنت سابك ليه بقى؟ انا اللي سبته. سبتيه ليه؟ ماشي مسميات. ماشي سبته. لا والله بجد انا اللي سبته. ماشي مصدقك والله. سبته عشان خاطر هو كان شخص شايف ان الست ملهاش اي دور في الحياه، ملهاش اي راي، ياخد هو القرارات كلها، ياخد كل حاجه. حتى مش هيقول لي القرار اللي هو خده هكتشفه بالصدفه. ايه اللي مقوي قلبه قوي كده يعني؟ والله ما اعرف بجد، مش عارفه يعني اولا كنت هعيش مع مامته واخته في نفس البيت. تمام. كنت موافقه؟ كنت موافقه عشان كنت شايفاه شخص كويس. هو اصلا يعني كان صالونات كمان، كانت اخته صاحبتي. اوكي. فكنت شايفه ان هو شخص كويس محترم ابن ناس عارف ربنا هيراعي ربنا فيها الحاجات دي كلها. فانا تمام ما عنديش مشكله. كده اخته سنه ولا 2 هتتجوز، مصيرها هتتجوز. البيت هيبقى بتاعك لوحدك يكون مامته يقتلها وخلاص. مش هينفع. فست كبيره برضو مش هينفع ان احنا نسيبها لوحدها. محترمه والله، انت اللي محترمه جدع. ماشي. مش حد بيوافق على القصص دي اصلا. يعني اصلا بيت عيله ده محدش بيوافق عليه، انت كمان في نفس الشقه. ايوه فكان ما عنديش مشكله في كل ده، بس كانت مشكلتي معاه انه كان كل حاجه بيجيبها وما بيقوليش عليها في الشقه يعني الشقه كانت كده ايجار. تمام. اوكي. يعني مثلا العفش كله جابه من غير ما يقول لي. اوكي. ما هو مش ما هو اصلا انت موافقه على حاجه غريبه برضه. هو بيتعامل معاها على ان انا زي ما جبت الاباجوره هجيب احط في الشقه. انا جبت التلفزيون كل الحاجات دي، وجبت العروسه والبوتاجاز. بقول لكم جبت البوتاجاز والله بجد يعني وكذا مره اتضايق واقول له ان الموضوع ده بيضايقني، معلش المره الجايه عرفني. قلت يعني احتراما لفكره. وانتي بتسيبيه بقى قلتي له بقى الحاجات الكليشيه؟ لا ما قلتلوش الحاجات الكليشيه. قلت له ايه؟ قلت له ايه بقى؟ بص هو انا بصراحه فشكلت بطريقه بايخه قوي. قولي لي. بعت له هو رن عليا كتير. انا اخر موقف عمله معايا خلاص قررت اني مش هعرف اكمل مع الانسان اللي مش معتبر وجودي في الحياه ده ليه لازمه. فقعد يومين بيكلمني انا ما بردش، الاخر خالص رديت قلت له بعد اذنك بعد كده كلامك مع ابويا مش معايا، ما عدتش تكلمني تاني. كلم راجل لراجل. ماشي. وبعدين وبعد كده قعدنا مثلا اسبوعين ما بنتكلمش ولا حاجه، وبعد كده عملوا قعده رجاله وخلاص وحاول يصالح. هو راح؟ مش هيروح ليه؟ هيبعت امه يعني. يا ده انت ده الحاجات اللي بتقولها. ماشي كملي. هو جه قعده الرجاله وكده وكان بيحاول يصالحني ومش عارفه ايه وكده، وهو بيصالحني عشان يطمني. يقول لي ده انا كده مع الناس كلها، يعني انا كده حتى مع مامتي واختي.
اللي هو ايه ما يعني؟ بقولهمش. ما بيقولهمش. يعني برضه يعني ما بياخدش راي مامته واخته، لا المفروض لا دي حاجه لا تطمني يعني. لا ده صعب قوي. لا عامة هي المشكلة في مامته انها ربته كده، يعني ان هو انا كده ليه؟ اطمنت ممكن صح. الست طيبه. طيب ده معناه ان هو مش معتبر الستات ان جنرال. عنده مشكله. يعني هو مش بس معترض على مراته، لا الستات. اوكي فاهم. لو انا قراراتي كلها بدماغي، انا ما باخدش راي حد، حتى لو قرار يخصني. بيقول لي يعني احنا اما جينا نسيب الشقه ونأجر شقه ثانيه، ما قلت لهمش، انا جيت فجاه قلت لهم يلا احنا هنسيب الشقه دي، انا اجرت واحده ثانيه. لو انت كده بتطمني يعني راجل مسؤول. هو في حاجه خالد عادي، حاسه عنده وجهه نظر هي ما تقبلتهاش، حاسس العلاقه عاديه جدا. لا يعني هو بجد محيها ليترلي محيها ماشي، وهي سابته، لقيته مش مناسب ليها، موضوع بسيط جدا. ايوه بس انت بتسبورت قوي مش يعني، بسبورت وبتديله يعني. excuses. ان شاء الله يلاقي واحده توافق على الوضع الغريب فشخ ده اللي عمر ما حد هتوافق عليه، انا فاهم، بس يعني تمام. أصل ما هو عملش كارثه، انا وجهه نظري هو ما عملش كارثه، ما خانهاش، ما نكدش عليها، ما ضربهاش، ما عندوش ايشوز. لا عنده ايشوز ان هو مش خالص معتبرها انسانه. انه الشخص يمد ايده على مراته دي حاجه عاديه. لا انا ما قلتش حاجه. هو بيقول كده. ما هو ده التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. يا حبيبتي، ما انت المفروض تسيبيه بقى، ما خلاص، ما انت سبتيه فعلا اهو، ما انت جدعه. لا انا خفت بصراحه، يعني انا وصلت الليفل. المهم انا وافقت وصالحته تمام، مع ان جوز اخته كان قليل الذوق جدا في القعده معانا، وقعد يقول عليا بقى ان انا ست قادره، وان انا مش عارفه ايه، وان انا عايزه واحده ماشيه وان انا عايزه واحده ماشيه على مزاجي، وان انا انسانه متحكمه. كل ده في بيتنا، يعني بيقول الكلام ده كله عليا في بيتنا في وسط اهلي. وهو حتى ما قالش لجوز اخته عيب، ما ينفعش تقول كده. جوز اخته قال ايه؟ هو اللي قال الحاجات دي. انت مركز مع الدبانه. سوري قولي. ماشي. جوز اخته قال كده عليها، انت عايزه واحد. وهو كان قاعد ما قالش اي حاجه. لا ده الدول كل اللي قاله والله انا بحبها وعايزه اكمل. لا انا في الموقف خلاص دلوقتي. قال له انت لو كملت معاها انا ما اعرفكش ومالكش دعوه بيا وما تكلمنيش. ده في قعده الرجاله اللي جايين يصلحوا فيها. ايوه عبقري. عندكم في البيت. عندنا في البيت. بجاحه يعني. لا خلاص، طب ربنا نجدك. المهم ومع ذلك مع ضغط العيله عندي وبتاع وكده، وان هو حاول بقى يتكلم معايا وانا بحبك ومش عايزه اسيبك والكلام ده كله، وافقت ان انا ارجع. شفتي بقى والنبي العبط. امسكي بقى كده، امسكي عشان انا امسكي بقى، استني بس، خدي يا رغده القصه دي. اتفضلي كملي بسرعه كل ده عشان يعني 4 ايام قلت له انا مشكلتي معاك ان انا ما بقتش حاسه خلاص بامان في العلاقه دي، انا مش هينفع اكمل عشان مش حاسه بامان. يا كتر خير. طب ورجعتي ليه؟ ثانيه، ما عشان العيله عندي برضه ضغط العيله بصراحه. ماشي مفهوم. وكان فاضل يا دوبك شهر ونص على الفرح، حسيت ان ماشي فاهم. فالمهم كملي ومش عارفه ايه وكده، فوافقت ان اكمل 4 ايام. ال4 ايام ما كلمنيش فيهم مكالمه واحده، ما بيبعتش اي حاجه، ما بيهتمش، مش اي حاجه. اللي هو انت المفروض جاي راجع تصلح غلطتك النيله معايا. انت ما بتعملش اي حاجه. ما هو مش معترف، هو عايز يمشي حاله. فقمت قايله لهم خلاص انا مش هكمل، انا لو اخر حد في الدنيا انا مش هكمل الجوازه دي. السلام عليكم. وخليت بقى العيله عندي كلموه جه ياخد الذهب. قبلتي بايه؟ قبلتي بوضع مش كويس في كل حاجه. ما انا المفروض. انت محترمه والله. نورتينا والله العظيم، ربنا ان شاء الله يرزقك براجل بيفهم عن الراجل ده. لا ان شاء الله بجد. رغده بصي دلوقتي هنعمل تشالنج مع بعض، هقول لك عادات في الراجل. خلاص اوكي. يعني هقول لك بيعمل كذا وانت تقيميها بقى من ايه؟ في 3 حاجات، عادي يا اما لا يا اما يع. خلاص الراجل يع ماشي. بيتغدى على السرير. حاسه عادي يعني لو نظفنا بعدها تسكي يعني. شكرا الحمد لله. لا فلت انا اكتر مكان مفضل للاكل السفره. نو السرير. بيشخر وهو نايم. شوف بص لا الصراحه انا لا. الموضوع انا لو حد بس اتنفس جنبي ما بعرفش انام يعني. لا مش يعني. احنا عندنا جار بيحلاله ان هو يمارس هواياته النجاريه الساعه 1 بالليل. انا بطلع اقول له عايزه انام فبيسكت. ازاي تخرج جارك؟ اول ما ادخل لا ماشي يتعالج. بيتف من شباك العربيه. يا اصلا دي صعبه قوي انها تيجي في وشه كده وتعمل حاجه وتطير على الازاز. لا يا بيعمل بيبي في الحوض. ايه؟ لا طب ايه القرف ده؟ حاجه تعرف. انت بتعمل ايه القرف ده؟ انت بتعمل بيبي في الحوض ولا ايه؟ الحوض اللي بنغسل فيه ايدينا ووشنا. يا طبعا بيشغل التلفزيون بصوت عالي عادي. مربي ضفر صباعه الصغير. تكمله على الموضوع بيهرش كده بقى ويروح عامل كده. قلت يعني ماشي الدنيا. انت متربي في الميكروباص
هو ليه عارف الحاجات دي قوي كده؟ تفاصيل انا عارفه ان انت ده ممثل اكتنج، اي نو. انا ايه بيحط صباعه في بقه طيب بعد لا في اللي هو بيجيب من ضرسه، لا لحمه بقى، فراخ بتاع ناقص كده. يحط صباعه في مناخيره وياكل القرف. ده مش ده، لا مش ده، ما حدش بيعمل ده بمناخيره. القرف بقى ده، لا. كبرة القرف. لا 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 يا طبعا، ويعني يع بيلعب في مناخيره ويمسح في ترابيزه السفره من تحت. لا يع جدا ماشي. يعني. كان في مدرب، لو الاعداد لو المونتاج يعرف يجيب مدرب كوره، كان بيسرح على الخط، مشهور فشخ، كان بيدرب المانيا. كان بيسرح على الخط وهو قاعد بقى بيفكر وبتاع كده، وبيسرح خلاص وبينسى الكاميرا وبينسى كل حاجه، ويروح عامل كده. هجيب الفيديو والله موجود، مشهور جدا، ومش بيعملها مره، مثلا عملها مره ده على طول. ليه؟ طب انت كراجل توتر فبياكلها مجنون. لا مجنون، ده متخلف يعني جدا. طب ايه ليه بناكلها؟ بياخد ساعه عشان يلبس. عادي، لا يعني اوكي، اتس اوكي خد يا عم عادي ماشي. ما تقطعش دماغنا. راجع من لعب كوره ودخل نام. لا ويع وقرف وخش استحمى. بجد هو ايه؟ هو انت تعبان. ليه مستغرب؟ بفهم لان انا عارف ان لازم اخد دش. ساعات ببقى من كتر التعب بنام غصب عني، يعني اللي هو نام على الكنبه، يعني لو خلاص بجد نام على الكنبه ماشي، انما ما تنامش على السرير وما تنامش جنبي يع. لا حاسه ماشي بصراحة. خلاص. بيرمي الشراب في اي مكان غير سله الغسيل. دي لا، يعني مع الوقت هيتعلم عادي. ماشي بس لا يعني برضه اصل ايه المشكله؟ ماشي. لا بين اللا والعادي كده، بس لا يعني. لا يعني ماشي. بتعمل صوت وهي بتاكل. يع طبعا. يع؟ يع يع مش هنعرف نعيش سوا، ما هو يع عشان مش هنعرف نعيش سوا والله. يع وربنا هعيش ازاي معاها؟ طب ما انت بتشخر وانت نايم. مش مهم عادي، ما اظنش هتقرف. هاكل، مش عارف اعيش في حياتي، هاكل معاها ازاي؟ دي حاجه الصراحه يعني. يع بتلبس الشراب يومين ورا بعض. يع طبعا. ايه ده؟ يع مش يع والله. يعني حاسه لا بص بدرجه يع. اللبس ممكن، الشراب شراب عشان بالذات، كتمة الجزمة. الشراب بالذات مدة صلاحيته يوم، ما تحاولش. لابسة. هي لابسه، ما يعني لو تحاولش، خرجنا مرتين في اليوم اصلا من غير الشراب. ما تحاولش. هو فبالنسبه لي صعب قوي. ما بتمسحش المكياج قبل النوم. اهو يعني عادي، بس عشان هيعمل مشاكل بشرتها والله بجد. يا ولا شو كده. I'm just a boy. عادي بس بجد عشان هي يعني. ما غسلتش شعرها من اسبوعين. وعايشه ايه اللي وعايشه يعني؟ ايه عادي. عامة احنا كبنات عادي عندكم تولز كتير. ها انا عرفت تركايه لما بتعملوا شعركم سليك. مش اسمه كده؟ انا قلتها صح؟ سليك. لما بتعملوا سليك واحد بيبقى شكلكم نضيف قوي. ايوه كلين جيرل. بس واحد صاحبتي قالت لي احنا بنعمل كده لما بقى مش غسلاه، لما بيبقى خلاص ده واش داي وانا ما فيش بقى اوبشن ان انا اغسله. بالظبط، عرفت ان انتوا نصابين. وفي اختراع تاني، دراي شامبو. يعني ايه؟ يعني بيبقى شامبو بس دراي ناشف. باودر. اوكي. بتحطه كنت لسه بدي درس في الدراي شامبو قبل الحلقه. اوكي، ايه اللي حصل؟ بتحطه على الفروه وتعمله كده عشان بس يشيل الزيت، بس أوكي. كتير منه وحش، بيجيب قشره ومش فهمت. ماشي مش خلاص يعني. عادي. عندها شنب خفيف. ايه يا معلم؟ ايه لو أنا كانت حاجه وحشه ربنا ما كانش عملها لها. انا عارف ان عادي، ومش البني ادمين مش بيرفكت وكل حاجه. بالظبط كده، ولكن مش لدرجه شنب خفيف. طب خلاص. طب اخضر كده بتاع اعدادي يعني. اخضر؟ لا بصراحه بيقفلني فشخ. كل الحاجات بتقفلني بصراحه. لا تسيطر، ما تسيطر على القصه دي. بتقفل. بتلبس لبسك عادي. اظن دي حاجه انتوا بتحبوها. عادي. صح؟ لذيذه. كاني كده يعني موجود يعني في حياتها. أيوة. بشكل انت الالفه برضه معاك خطير. طيب بص بقى، دي بتناديك بتقول لك يا بابا في الشارع. يا لو دي بتضحك، مش عارف احطها فين. ده انا وانت وهي وكل الناس هتقول يا لو بابا. بس ويت بقى، ايه هي لو بتحب ده ما تعمل لها زي مفيش اذى يعني. ايه المشكله؟ لكن كل الحاجات اللي فاتت اللي انا رفضتها كان فيها اذى، حاجه مقرفه. لكن ده لو بريفرنس عندها انت شايفاه كرنج. بس لو هي بتحبه وانا تمام مش متضايق، خلاص يعني احلى بابا في الدنيا. يعني بابا. انت مش متضايق؟ لا عادي. بابا بابي اي حاجه تقول لي عايزاه، خلاص براحتها. مبسوطه، هي مبسوطه. ارجع. صدق لذيذه والله والله بجد والله لذيذه. تقول لك على حاجه، ده مش عادي، عايزين نحطها في حته احلى. ارجع اكتر.
تقولي يا بابي كده ويبقى معانا. لا انتوا لسه مش معاكم. لا تبقى حلم العيله كيوت قوي كيوت قوي. احنا معانا بيبي. لا لو النبي سيبيني اعيش خيال يا عم اصبر. لا حقيقه ولا خيال. ست بقى نرفك عالي بتبوظ هدومك في الغسيل. لا ايه يعني ايه؟ اصلا دي حاجه بره ايدها. ما اعرفش ماليش دعوه. انت صوتك تخن يا لا الموضوع كبير قوي عندك. بصراحه بخاف عليك. انفست انت في فلوسك. بالظبط. حسيت. لا بخاف. ده رعب، ده فيلم رعب بس يعني غصب عنها فعلا. يعني لو مره كده ولا حاجه. لا هي مش مره، هي كل ما بتغسل ما بتتعلمش من اخطائها. لا ما تعرفش يعني ايه شاطر شيء. لا هي لا كل لا ما بتغسل بتبوظ الهدوم. هقول لك على حاجه خطيره عشان انت اللي تغسل مثلا يعني. دي مايند جيم. طب هقول لك على حاجه، اقعد انا وهي نتعلم سوا. فهي لو المايند جيم. فلو ما اتعلمتش يبقى انا كده ايه، حطيتها في سيتويشن ان انت غبيه. انا متجوز غبيه. انا متجوز غبيه صح. فلو وصلنا للنقطه دي طيب هغسل، بس انت كده احنا كده في العباطه صح. هي عادي ممكن يبقى هي الصراحه يعني كواحده ست هتقول طب على فكره انا لو وصلنا للنقطه دي ما عنديش مشكله ابقى انا يعني ان جهاز الغساله في البيت ده انا المسؤول عنه، السوبرفايزر بتاع الغساله. بتغير اماكن الحاجه 100 مره. لا لا هي حركه مستفزه فعلا جدا لان ابويا بيعملها اصلا. طيب بتنسى تمون العربيه، انتوا الاثنين بتشيروا نفس العربيه. وهي بتسيبها لك على لا بتنرفز فشخ. انت نازل مستعجل، وديني بقى البنزين. لا الحوار ده مستفز في كل حاجه، ان الحاجه تكون بتخلص والطرف اللي بيخلصها ما يقولش. ما تقول عادي والله بس احنا هنجيب بس بالظبط. هي دي نقطتي بتحصل مع ابويا. ايوه انت ما قلتليش ليه؟ ايوه ليه سايبها كده؟ الميه تخلص مثلا، احنا دلوقتي حالا عايزين ميه. طب ما هي كانت بتخلص امبارح يعني. فاهم. ايوه بس برضو الولاد بتعمل الحركه دي الصراحه. لا ما بعملهاش والله. ابويا بيعملها اهو. ما ابويا ولد. دلوقتي بقى برضو الفقره المحببه على قلب الجمهور لموضوع الحلقه برضو. اوكي هنشوف حاجات رجاله وستات كده عادات عندهم. خلاص يلا بينا. جاهزه بقالنا 7 سنين ده. طب ليه؟ ده انا عامه بعمل عارفه ازاي. طب شفتي البني ادمين كلهم هيعمل ايه بقى؟ ماشي طب ليه؟ لا دي غريبه. طب بجد ليه؟ انت راجل اهو قول لي ليه ممكن يبقى الباسكت اهو ما تحطش جواه نطاعه. انا بقى مستفز من القصه دي. هقول لك دلوقتي اصلا ده كتير والله، ده كتير عليك بجد. 3 ضدراج كفايه والله بجد. هو انا ما بلبسش يعني. انت بص معلق اصلا الشمسيه يعني ما فيش حاجه. ده عبيط انا مالي وماله؟ ده هبل، ده عنده شمسيه وجاكيتين انا مالي. لا ده كتير والله عليك. يعني هو انت تاخد درجين، درج للتيشيرتات، درج الحاجات اللي تحت التيشيرتات. قولي ما تتكسفيش. بالظبط. بنطلونين والشرابات ارميها في الشارع. حتى هاخدهم عندي مش مشكله، احطهم معايا. الشرابين يعني اللي حيلتك هاتهم. لا انا راجل فييس وبلبس وعندي لبس كتير قوي. انا هحتاج نص الدولاب. لا انا مش عايز ازيد اقول لك انا عايز فيتنج روم لوحدي. لا كده كتير. لا كده كتير والله يا خالد. لا خسرانه. فهيدلقها. هيفزلك. لا شكله عنده حل. فهيدلقها. ما هو ده يعني احنا ما جربناش قبل كده. فزلوكه يعني احنا صغيرين يعني ما جربناش شكله بيضحك قوي وهو متفزلك كده. هو شكله بقى يعني. عارفه الحل ايه دلوقتي؟ الحل ايه دلوقتي؟ ايه؟ خلاص هيطلب اكل من بره وياكلها. على فكره ممكن اعمل كده. انت ليه فاكره ان دي حاجه؟ انا فاكره بطنك من المره اللي فاتت يعني بس قشطه يعني. عايز اوريكم الفرق ما بين الراجل والست في الريل استيت انفستمنت. لما بتحجز معايا استشاره بيبقى في مكان للكومنتس بتكتب فيه انت عايز ايه وبتدور على ايه. نفس الكلام هنا، عارف هو عايز ايه وبيقارن ما بين مصر ودبي. نيجي بقى مستعجله. لا ما تشاركيش كل الديتيلز دي، يعني ما تشاركيش كل حاجه كده مره واحده. جوزي مسافر الشهر الجاي، عايزين نجيب قبل ما يسافر. بقى سابتها لي فاضيه. حذر انت بقى. ده معناه ايه؟ انه الستات تو ذا بوينت، مستعجله، ما تدخلنيش في تفاصيل. انا مستعجله. طب هو في حد بيشتري عقار بيقول مستعجله؟
ما هي مستعجله، ده معناه فلوس حاضره، قراراتها جاهزه، هيضحك عليها. ماشي، ده الدولاب اللي انت خدتيه سرقتيه مني. ده فرشه. ده ايه الفاضي ده بتاعه هو؟ اه طبعا. طب ما تاخده هي وتحط تفرش حاجتها. الله، بصي شايفه؟ طب ما شنطه، معجون سنان، فرشه، اصلا اللي هو حاططهم في الدرج المفروض يستخدمهم. ده احنا في الاوتيل ولا ايه المكان ده؟ معرفش بس لا يعني. المفروض تفرش حاجاتها اكتر من كده برضه، هي زنقه على نفسها. كمان تاخد لها 3 4 ادراج كده. يعني هو برضه ممكن على فكره الثلاثه دول كلهم نجيب له كوبايه بلاستيك ويحطهم فيها، صح، وعلى يمشي بيهم يمشي بحاجته. ايه رايك في البيت؟ يمشي بحاجته كده، يمسك هدومه كده. في الروب. صح مش قصه بجد. صح. وهي تفتح كده على نفسها، برضه جايه على نفسك قوي. انا شايف كده برضه والله على نفسك. ايوه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على الانستجرام على اكونت راضه، الاكونت بتاعي اكونت انترتين ترين. تابعونا عشان تعرفوا الحلقات الجايه عن ايه، وتبعتوا لنا ارقامكم وتبعتوا لنا مشاكلكم نبقى نقولها في الحلقه، واستنونا في حلقات تانية من اللي انت شايفه.